تخيل معايا نوبة ضحك تبدأ عادية جدا، مجرد هزار من موقف بسيط، بس فجأة الضحك مش راضي يقف. أول 5 دقايق إحساس عظمة، الأندروفين والدوبامين مولعين دماغك، قلبك بيدق أسرع، عضلات بطنك شغالة كأنك في أقوى تمرين في حياتك. بس هنا تبدأ القصة تتغير. بعد ساعة وشك يبدأ يشد، فكك يتعب، حلقك يحرقك، وتكتشف إنك مش قادر تتحكم في صوتك. الضحك بقى هو المتحكم فيك. بعد 3 ساعات التنفس يتحول لمهمة صعبة، مش قادر تاخد نفس كامل بين النوبات، والأكسجين يقل، تحس بدوخة والدنيا تلف بيك. دماغك يبدأ يدخل في وضع طوارئ. ايه اللي بيحصل؟ ليه مش عارف أوقفه؟ بعد 5 ساعات جسمك مرهق جدا، والضحك مبقاش سعادة، بيه ألم. عضلاتك بتترعش، عينك بتقول كفاية، لكن صوتك لسه بيضحك. بعد 10 ساعات عقلك يبدأ يتلخبط، مش قادر يفرق بين الهزار والعذاب. تبدأ تشوف حاجة غريبة، الظل في الأوضة حاسس إنه بيضحك معاك. وبعد تقريبا يوم كامل جسمك يوصل للحد الأقصى، ضغط الدم يهبط، ضربات القلب تتلخبط، والطاقة تخلص. واللي بدأ كضحكة بسيطة يتحول لاختبار قاسي لجسمك كله. الضحكة نعمة، بس زي أي حاجة في جسمك لما الموضوع يزيد عن حده القصة بتتغير. هل حصل لك الموضوع ده قبل كده وما قدرتش تبطل ضحك؟ اكتب لي في التعليقات. ما تنساش اللايك والاشتراك والشير، دعمك سبب الاستمرار يا صديقي.